في قلب الباراغواي وبين أروقة منظمة اليونسكو نجح المغرب في توجيه ضربة موجعة لمحاولات الجزائر المتكررة للسطو على التراث المغربي. كيف؟ القصة بدأت عندما حاولت الجزائر كعادتها التسلل إلى تراث المغرب. ماذا فعلت هذه المرة؟ وضعت صورة لقفطان نطع مدسوسة داخل ملف للزي الجزائري. لكن هنا كانت المفاجأة. السفير المغربي لدى اليونسكو سامر الدار ومعه فريق من وزارة الثقافة المغربية كانوا بمثابة حائط صد متين. قدموا دلائل دامغة تثبت أن القفطان جزء أصيل من التراث المغربي، وأن الصورة المستعملة في الملف الجزائري مغربية 100%. النتيجة، اليونسكو لأول مرة في تاريخها تعتمد اعتراضا رسميا للمغرب وتطلب سحب الصورة من الملف الجزائري، خطوة غير مسبوقة تؤكد أن حقوق المغرب في تراثه غير قابلة للمساومة. هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الجزائر السطو على التراث المغربي، لكن هذه المرة المحاولة انتهت بمشهد جديد من مشاهد الإحراج دوليا. اليونسكو قالت كلمتها: القفطان مغربي والتاريخ شاهد، وفوز ساحق للمغرب في معركة القفطان. ترى كم مرة ستكرر الجزائر هذه المحاولات؟ شاركونا آراءكم.